الاخوان مؤخرا كنت كنقلب على واحد الفيلا وكنتواصل مع عديد ديال الوكلاء العقاريين اللي كاينين في كازا واللي كيتسموا اجونس ولا وكالات عقاريه. كنتواصل مع الناس كنولي كنقلب على فيلا الكرا يعني بغيناها للخدمه، وكنلقى بزاف منهم نقدر نقول واحد العدد كبير كيقول لك انا غنصيفط لك ما كيصيفطش، اللي كيقول لك ما تعيطش هاد الوقت مع 8 ديال الليل، كاين اللي كيقول لك راه عندي انا غنصيفط لك ما كيصيفطش، كاين اللي كيقول لك كيصيفط لك تصاور ملي كتجي تبغي تشوفها كيقول لك مولاها راه ما بغاش. هذاك الشيء اللي كان خلاني في الاول الابارتمون ديال الدراوش علاش حطيت الارقام ديالنا كاملين، درنا ايكيب. الاغلبيه اللي كيصوروا في العقار مع احتراماتي اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي كيحط لك رقم واحد، ما يمكنش تلاقي فيديو ضارب ملايين وحط فيه رقم واحد ولا جوج ارقام، كيفاش غيديروا غيجاوبوا؟ حنا حاطين 5 ديال الناس وهذا الشهر جايبين 27 مليون مشاهده غير في فيسبوك بوحده، عندنا مكالمات بزاف ما يمكنش نجاوبوا كلشي، راه كندير واحد المجهود اللي هو كبير. وهاد الفكره وهذا الشيء اللي كنديروا هو باش نبدلوا واحد الواقع ديال الناس كتمشي لمكاتب البيع الدراوش باش يشرو ابارتمان السكن الاقتصادي، كيلقى كوميرسيال بحال كيجري عليهم هو خدام عنده زيد ناقص سمي. هادشي دخلنا ليه حنا باش يتبدل، هي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي غندوي عليها هما ديال السماسريه اللي كتسمى البروكرز. مع تحياتي السمسار اللي كيخدموا معقول. بروكر بالانجليزي شنو كتعني؟ بروك هي محطم، بروكر هو ما كيدير حتى ريال هو اكثر واحد محطم في المجال ديال العقار. علاش ما كيبغيش يخدموا؟ تعيط ليا مع 8 انا غنقلب لك على ديك الدار، ما كيقلبهاش لك ما كيصيفطهاش لك، يشوف لك شي دار لا ما بغاش مولاها صيفط لي الوراق هذه، فهمتي؟ يعني كيكثروا عليك بزاف ديال الطلبات، وكتلاحظ ان الناس ما عندهمش كلمه، الاغلبيه ما عندهمش كلمه. هذاكشي علاش الكونسيبت اللي قلت لكم نخدموا جديد ديال المستعملين، حيت كنفكر باغي نديروا واحد القضيه نخدموا مع الناس اللي كيخدموا اللي كيجاوبوا الناس. وهداكشي كتشوفونا كنصوروا الديور وداكشي راه عندنا ماشي ما عندناش. اغلبيه كاين شي حد تصاور في الانترنت شي حاجه ما عندوش كيلوحها وكيقول لك كتعيط ليه كتبغي تشوفها وما كتلقاهاش. دونك حنا جايين باغي نبدلوا هادشي، غير عطيوني الوقت باش تكونوا عارفين. يعني هادشي اللي خدامين عليه حنا راه ما ساهلش، راه غدوروا وغتشوفوا الواقع كيفاش داير، ما ساهلش. تشوفوا غير الناس اللي في مواقع التواصل الاجتماعي عنده فيديو ضارب مليون ولا ضارب شحال وليح نمره ولا جوج، كيفاش جوج ديال الناس غادي يعيطوا هما الفيديو شافوه مليون وغيجاوبهم غير واحد ولا جوج، وكاين اللي ما حاط حتى نمره، فهمتوا؟ يعني كاين واحد الواقع اللي هو صعيب. حنا خدامين ان شاء الله باش نغيروا هذا الشيء هذا. هادو هما الحوايج اللي خدامين عليهم حنا صعاب، حيت الناس اللي بغيتهم يخدموا معنا بغيتهم يجاوبوا الناس يتعاملوا معاهم مزيان، وان شاء الله حنا اللي غنديروا هذه الخدمه، نجيبوا لكم الديور وكلشي غيكون عندنا، اي تصويره مليوحه غادي تكون كاينه. هادشي فيه الخدمه بزاف صراحه، وما فيش العاطفه، حيت العاطفه والتعاطف مع هذا مسكين ما جاوبش. هادشي كيخلي الناس مساكن كيعانيو، الناس كيقلبوا على دار فيلا باغي يكريها باغي يشري، يعني ما كاينش اللي يجاوبوه. يعني هادشي صعيب بزاف. حنا راه يلاه قلنا لكم خدامين، ما كنقولش لكم حنا واعرين حنا هما الطوب، ولكن راه جبنا شي حاجه جديده وان شاء الله غادي نطوروها مزيان في المستقبل، يعني باش نحيدوا هاد المشاكل هادو كاملين. حيت علاش؟ حاجه وحده اللي كنامن بها هي انا عزيز عليا الناس صراحه، كنبغيو يتعاملوا مزيان، احسن تعامل ويكون عندهم احسن ثمن واحسن خدمه، وداك الشيء خليني فرحان شخصيا. لا ما خليش بزاف ديال الناس فرحانين، خلينا لنا فرحان. وكنتمنى ان شاء الله تقولي كيفاش جاتكم هذه الفكره هذه. كنتمنى لكم التوفيق، شكرا لمشاهده الفيديو.